ما تحاولش تتلفت وانت ماشي في الأماكن دي لمصلحتك. دي أخطر الأماكن المسكونة في مصر. الجزء الخامس. 1. طريق الضبعة. القصة دي اتحكت من سواق نقل معروف وسط السواقين، ومن بعدها وهو مش طبيعي بعد اليوم ده. قال إنه كان راجع من مطروح على طريق الضبعة وقت الفجر، والشبورة كانت مالية الطريق، وفجأة لمح راجل واقف لوحده في حتة مقطوعة ما فيهاش أي عربيات. الراجل كان لابس جلابية سودة ووشه لتحت. السواق وقف له. أول ما فتح الباب الراجل طلع ركب من غير كلمة واحدة. طول الطريق مفيش نفس، مفيش حركة، بس ريحة غريبة جدا جوه العربية، ريحة تراب ورطوبة كأن حد طالع من قبر. السواق قال إنه حاول يبصله لكن كان حاسس برعب يمنعه. وبعدين سمع صوت الراجل وهو بيهمس: ما تبصليش. السواق اتجمد مكانه لكن فضوله غلبه. بص ناحيته بسرعة وقال إنه شاف حاجة عمره ما نسيها. وش الراجل ما كانش فيه ملامح أصلا، مجرد جلد أسود وعينين بيضة بالكامل. السواق صرخ وفقد السيطرة على العربية، ولما فاق بعدها في المستشفى كان أول سؤال سأله: الراجل نزل فين؟ لكن الإسعاف أكدوا إنهم لقوه لوحده والباب اللي جنبه كان مقفول من جوه. 2. منطقة أم بجمة، سينا. عامل حفر قديم في أم بجمة حكى إن أسوأ ليلة عاشها كانت سنة من السنين وهو شغال في استخراج المنجنيز. قال إنهم كانوا جوه نفق عميق جدا تحت الجبل، وفجأة سمعوا صراخ، صوت راجل بيستغيث. لكن المشكلة الصوت كان جاي من حتة مقفولة بالصخر من سنين. المهندس رفض يفتح المكان وقال إن النفق ده اتقفل بعد اختفاء عمال زمان. لكن واحد من العمال أصر يشوف إيه اللي جوه. أول ما بدأوا يكسروا الصخور الصوت وقف فجأة، والجو بقى ساقع بشكل مخيف. ولما الفتحة اتفتحت ما لقوش أي حد، بس لقوا حاجة خلتهم يهربوا كلهم. آثار رجلين طالعة من جوه الحيط نفسها، مش ماشية على الأرض، كأن الحاجة دي كانت خارجة من قلب الجبل. العامل قال إنه قبل ما يجري سمع همس واضح وراه بيقول: سيبوا المكان وإلا هتنزلوا تحت زيه. تاني يوم عامل من الفريق اختفى، والمفزع لقوا خسته بعدها بأيام في نفس النفق المقفول، مع إنها كانت متقفلة بالشمع الأحمر. 3. طريق وادي النطرون. شاب كان مسافر لوحده على طريق وادي النطرون بعد منتصف الليل، وقال إنه عمره ما هيعدي من الطريق ده تاني. كان مشغل قرآن، وفجأة الراديو فصل لوحده، وبعدها مباشرة بدأ يسمع صوت جري جنب العربية. في الأول افتكرها تهيؤات، لكن الصوت كان بيزيد. فبص من الشباك وقال إنه شاف كائن أسود ضخم بيجري جنب العربية بنفس سرعتها. رجليه طويلة بشكل مرعب، وإيديه كانت بتلمس الأرض وهو بيجري. الشاب داس بنزين بجنون، 110 120 140، لكن الحاجة دي كانت لسه جنبه. وفجأة الكائن لف رقبته ناحيته ببطء، وقال إنه شاف ابتسامة طويلة جدا أكبر من وشه نفسه. بعدها بثواني الحاجة دي اختفت، لكن لما وصل البيت اكتشف حاجة خلت دمه يتجمد. كان في 5 علامات ايد سودة مطبوعة على باب العربية من بره، كأن الشيء ده كان ماسك العربية وهو بيجري جنبها. يمكن دي تكون مجرد حكايات، ويمكن تكون حاجات تانية، بس المؤكد إن ناس كتير أقسمت إنها شافت بنفسها. ولو اضطريت تعدي من الأماكن دي بالليل ما تحاولش تتلفت، خصوصاً لو حسيت إن في حد بيجري جنبك. الأفضل تشغل قرآن، ودايماً تذكر ربنا وانت ماشي، لأن معروف إن الليل مش بتاعنا وإنهم بيظهروا بالليل. وما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة وشير الفيديو لو عجبك، عشان غيرك يشوف القصص دي ويشاركنا قصته.
واكتبوا لنا في الكومنتات لو عديت في مكان من دول قبل كده بالليل. قول لنا في التعليقات شفت ايه وحصل معاك ايه بالظبط. هل سمعت صوت ولا شفت حد ولا حسيت ان في حاجة ماشية وراك؟ وايه اكتر طريق بتحس انه مخيف بالليل؟ اكتب لنا قصتك في الكومنتات، يمكن تبقى جزء من الفيديو الجاي. وقولوا لي رأيكم في السلسلة دي، هل أكمل فيها واستنوا الجزء السادس. وما تنساش ما تتلفتش لمصلحتك.